فقدت الديانة الإسلامية مقابل الديانة اليهودية جاسوسية غيرت بيها مجرى حياتها، لدرجة إنها غيرت اسمها وأسماء أولادها واتنازلت عن الجنسية المصرية مقابل الجنسية الإسرائيلية. ولدرجة لما راحت اترمت في حضن الصهاينة كافئوها على خيانتها لمصر، وادولها وظيفة ما كانتش تحلم بيها، شغلوها عاملة في مراحيض نسائية في مدينة حيفا بإسرائيل. موضوع حلقتنا النهاردة عن الجاسوسة انشراح علي موسى. تابعوني. اتولدت انشراح علي موسى في محافظة المنيا سنة 1937، وكانت من أسرة متوسطة الحال، وخدت الشهادة الإعدادية سنة 1951. وهي بقى بتحضر حفل زفاف لأحد أقاربها اتعرفت على الشاب إبراهيم سعيد شاهين، اللي هو كان من العريش ومواليد سنة 1929. بصراحة أعجبوا ببعض جدا وقرر إنه هو يخطبها. راح تقدم لأهلها لكن أبوها رفض علشان المسافة بين المنيا وبين العريش مسافة طويلة، ولكن بنت الحلال أصرت على أبوها لحد ما وافق واتجوزوا. لما اتجوزوا راحوا قعدوا في العريش. وقتها إبراهيم سعيد شاهين كان شغال كاتب حسابات في مديرية العمل بالعريش، وخلفوا 3 أولاد أساميهم عادل ونبيل ومحمد. وطبعا الأسامي دي ليها معانا قصة في سياق حلقة اليوم، بس دي قدام شوية لأساميهم اليهودية الجديدة. وقتها إبراهيم وهو شغال كاتب حسابات ما كانش بيهمه الفلوس جاية من حلال ولا جاية من حرام، أهم حاجة مبدأ الفلوس موجود وهو بيحبه. وقتها اتعرض لرشوة خدها، ولما اكتشفوا الرشوة اتسجن 3 شهور، خرج فقد وظيفته. وكان وقتها حصلت نكسة 67، يعني البلد كانت متدمرة. وقتها الموساد استغل الفرصة جدا وقال لك البلد متدمرة والناس دي محتاجة فلوس، فأنا كده هبتدي أجند. بصراحة الموساد نجح في إن هو يجند إبراهيم، وأول ما جنده ودلوا على أول عملية دلوا على مخبأ لفداء. بعد لما رجع للموساد تاني دربوه في بئر 7، ورجع خاين على وطنه لصالح الموساد. طبعا بعد ما اتدرب في بئر 7 ورجع بيته بالسلامة كان محمل هدايا ومعاه شوية فلوس في عز ما البلد كانت واقعة ومحدش لاقي تمن الأكل ولا تمن السجارة. انشراح بصراحة سألته، لكن هو كان متردد هل هو بيعمل صح ولا بيعمل غلط. لما قال لها قامت بدور مفتي الديار المصرية بصراحة وقالت له بص أنا هقولك على حاجة، اللي انت عملته ده منتهى الصح، لو انت ما عملتوش كان غيرك هيعمله. الواد والله صدقها من غير أي كلام وما اعترضش. ومن هنا بدأت حكايتهم مع بعض، والطيور على أشكالها تقع. بس السؤال اللي عايزين نطرحه هي ازاي المخابرات المصرية قدرت تقبض على شبكة الجاسوسية دي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي حالا. تابعوني. طبعا جهاز الإرسال اللي كان الموساد مديه للأخ إبراهيم علشان يبتدي يبعت منه المعلومات الجاسوسية اللي كان بيستردها من مصر ويقوم جاي مصدرها لإسرائيل، الشفرة دي باظت والمفتاح بتاع الإرسال اتعطل. وقتها انشراح عرضت عليه إن هي تسافر لإسرائيل تجيب له شفرة جديدة وتجيب له مفتاح إرسال جديد. وبالفعل يوم 26 يوليو سنة 74 كانت انشراح مشرفة في قلب إسرائيل عندهم في الموساد، لدرجة إن الضابط اتفاجئ بيها ومن جرائتها كافئها وادها مكافأة 2500 دولار ويزود راتب جوزها شهريا ل 1500 دولار. وبالفعل إبراهيم هنا في مصر كان بيحاول يجرب يرسل مرة واثنين وثلاثة، لكن وقتها كانت مصر استوردت جهاز من السوفيتي كانوا مطلقين عليه صائد الذبذبات. وبالفعل المخابرات المصرية اكتشفت مكان الذبذبة وراحت البيت وهجمته بتاع إبراهيم، بس ما لقتش إبراهيم هناك ولقت 3 أولاده هم اللي موجودين. اتحفظت عليهم لحد ما إبراهيم جه، ولما فتشوا لقوا جهاز الإرسال والشفرة والنوتة اللي كان إبراهيم
بيحاول ان هو يراسل الموساد منها. خدوا ابراهيم معاهم ويتحفظوا على ال3 اولاد لحد ما انشراح ترجع من اسرائيل. وبالفعل يوم 24 اغسطس 74 على الرحلة اللي جاية من ايطاليا رقم 791 شرفت انشراح ارض الوطن مصر، وما لقتش ابراهيم في انتظارها، فقررت تاخد تاكسي وتيجي على البيت علشان تقابل مين هناك؟ رجالة المخابرات اللي كانوا مستنيينها. بعد ما فتشوا شنطها وعثروا على النوتة والشفرة الجديدة ومفتاح الارسال خدوها معاهم. ويوم 25 نوفمبر 74 تم الحكم عليها هي وجوزها بالإعدام شنقا، وعلى ابنهم نبيل الكبير بالسجن 5 سنوات، لكن عادل ومحمد يتحولوا لمحكمة الأحداث. وبالفعل جوزها اتشنق وتم تخفيف الحكم عليها ل3 سنوات لحد ما حصل تبادل أسرى، فالسادات قرر انه يمنحها عفو رئاسي. واول لما خرجت راحت على اسرائيل مباشرة هي وعيالها، خدت تصريح من السادات ان هو مش عايزها وطلعوا لهم باسبورتات لاجئ سياسي. واول لما وصلت اسرائيل اتنازلت عن الديانة الاسلامية واعتنقت الديانة اليهودية وغيرت اساميها واسامي عيالها، سمت نفسها من انشراح لدينا بن ديفيد، وابنها نبيل بقى اسمه يوشي، وابنها عادل بقى اسمه رافي، ومحمد بقى اسمه حاييم. والموساد بصراحة كافئها على مجهودها الكبير اللي هي عملته، فجاب لها وظيفة في مدينة حيفا في إسرائيل عاملة في مراحيض دورة مياه نسائية. وابنها محمد كان شغال حارس ليلي على أحد المصانع في إسرائيل، لكن نبيل الكبير ما استحملش بصراحة، خد زوجته اليهودية وسافر على كندا علشان يشتغل في محل غسيل ملابس. ويوم 24 نوفمبر سنة 2021 تم الإبلاغ عن وفاة انشراح علي موسى في تل أبيب عن عمر يناهز 84 سنة. عاشت خاينة وماتت كفرة، لكن السينما المصرية جسدت شخصيتها في مسلسل السقوط في بئر سبع، واللي هو أنتج عام 1994 عن رواية إبراهيم وانشراح للكاتب عبد الرحمن فهمي. من هنا خلصت قصتنا النهاردة، وفي انتظار قصة جديدة، بس ما تنسوش إن ليكوا في التاريخ عبرة. تصبحوا على خير.